السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا احنا بنعمل الكنافة بالكريمة وبالشوكولاتة وبالمانجا، بس طبعا ما نستغناش عن الكنافة بالمكسرات. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملناها ازاي. علشان نعمل الشربات بتاعنا الاول، طبعا عشان شربات الكنافه لازم يكون تقيل وبارد. عندي هنا كوبايتين من السكر، هنزل عليهم بكوبايه ونص من الميه، وهحط عليهم عصره ليمونه، وهرفعهم على النار. اول الشربات بتاعي ما يبتدي يغلي معايا، هنحسب له 10 دقايق بالظبط من بدايه ما يغلي، وبعد كده نطفي عليه. عندي هنا نص كيلو من الكنافه، طبعا انا كنت شايلاه في الفريزر علشان لما اجي اطلعه يبقى سهل بالنسبه لي كده في الاستخدام. زي ما انتم شايفين هتتكسر معايا بسهوله جدا وبسرعه جدا. هكسرها طبعا كلها كده بالشكل ده. عندي بقى الخطوه اللي بعد كده، هحط على الكنافه 3 معالق كبار من السكر البودره، وهضيف عليهم كوبايه من السمنه، وعندي مكون تالت وده حسب رغبتك انتي، لو حابه تضيفيه ضيفيه، مش حابه خلاص. هحط لون طعام اصفر بيدي للكنافه بتاعتنا لون جميل جدا. لو ما انتش حابه الخطوه دي بلاشها خالص. ولازم طبعا نقلب الكنافه جدا مع السمنه والسكر، لازم الكنافه تتشرب معايا من السمنه. كده الكنافه بتاعتي اصبحت جاهزه معانا. شايفين اللون الاصفر اللي احنا حطيناه غير ازاي لون الكنافه بتاعتي؟ بعد كده بقى هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها الكنافه، حاطه فيها معلقتين حلوين كده من السمنه، وهبتدي احط نص كميه الكنافه في الاول، نصها بالظبط عشان تبقى الطبقتين قد بعض بالظبط، وهوزعهم كده. وبعد كده هكبسها بايدي كويس جدا. هوزع الكنافه كويس عشان تبقى مفيش طبقه فيها عاليه وطبقه واطيه. كده انا حطيت نص الكميه. هبتدي بقى بايدي اكبس كده الصينيه كويس جدا. بعد كده بقى هحط الحشو بتاع المكسرات بتاعتي، عباره عن زبيب وجوز هند وسوداني وبندق. لو عايزه تضيفي اي مكسرات تانية او تشيلي حاجه منها براحتك. هنوزعها كده في الصينيه. وهحط الجزء التاني، النص التاني من الكنافه بتاعتي. هوزعها برضو كده بالتساوي. بعد كده بقى هدخلها الفرن عندي على درجه حراره 180 على الشبكه في النص. اول احراف الكنافه ما تاخد لون، نعرف انها لونها بقى حلو ومظبوط من تحت. حابه بقى تطفي من تحت وتولعي عليها الشوايه، تاخد لون بس بسيط كده ذهبي حلو معانا، نطلعها على طول ونسقيها بالشربات بارد وهي بتبقى سخنه طبعا. هي ما شاء الله كده جاهزه معايا. هدخلها بقى الفرن، ولما تجهز وتطلع من الفرن هوريكم بقى شكلها عامل ازاي. الكنافه حبايبي كده انا طلعتها خلاص من الفرن. طبعا الكنافه عندي سخنه والشربات بتاعي خلاص تقل وبرد. هننزل عليها بالشربات على طول. شربات الكنافه طبعا لازم يكون بارد وتقيل. طبعا هي سخنه هتشرب كل الشربات بتاعي دوت دلوقتي. هنسيبها بقى لما تشرب خالص الشربات بتاعي، وزينيها بقى زي ما تحبي. عايزه تحطي على وشها كده مكسرات وتسيبيها ماشي، عايزه تسيبيها زي ما هي كده وتقدميها كده ماشي، مفيش مشكله.
انا حبايبي كده زينتها كده بالشكل ده. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير والاشتراك في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد. عملنا النهارده مع بعض الكنافه بالمكسرات. اتمنى يكون فيديو النهارده نال اعجابكم. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.